السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. مجلس محافظة كركوك وبعد توزيع المناصب الإدارية مع إدارة محافظة كركوك وأيضا توزيع اللجان والمناصب الشاغرة التي وزعت، أثار الكثير من السجالات والجدل حول من تسلم هذه المناصب، وهو بالفعل هل يمثل الكتلة المنتمية إليها أو القومية، وهل هو بالفعل من يستحق هذا المنصب وتوزيع اللجان. هناك سجالات كثيرة وآراء وعدم مقبولية من قبل المقاطعين لغاية الآن في بعض الأعضاء لمجلس المحافظة، مما أثار جدلا واسعا. أيضا كيف سيكون المشهد في مجلس المحافظة وكيف سينعكس مع التنسيق في إدارة مجلس المحافظة مع الإدارة في محافظة كركوك. هذه المحاور ومحاور أخرى سوف أطرحها على ضيفي في حلقة هذا الأسبوع. الشيخ نصير الجبوري السياسي العربي، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. وأيضا الأستاذ طلال الجبوري عضو مجلس مدينة كركوك السابق، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. خليني أبدأ وياك شيخ، شلون شفت توزيع المناصب؟ هاي المناصب من توزعت لغاية الآن هناك مقاطعين لمجلس المحافظة، وكأنما نشعر أن السفينة تمضي والمقاطعون لغاية الآن يترقبون قرار المحكمة الاتحادية، ينتظرون، ولكن السفينة تمضي وتقسم المناصب واللجان. متى سيلتحق المقاطعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أستاذ عمار حياك الله وبياك، ورحب بك مع أخي الضيف الأستاذ طلال الجبوري، حياكم الله وبياكم. طبعا توزيع المناصب وتوزيع هذه اللجان ورقة ضغط على الحكومة، بحيث تريد أن تمضي هذه الحكومة بدون المقاطعين وبدون أن يلتحقوا حتى يحددوا من يلتحق بالمناصب الموجودة في كركوك. طبعا المقاطعين إن شاء الله المحكمة الاتحادية موعدها إن شاء الله غدا يوم 22، راح نشوف نتائج المحكمة وشو تقول المحكمة. بعدين أكو كلام آخر بعد صدور أمر المحكمة إن شاء الله. نعم شيخ، يقول الأغلب التوقعات تقول قرار المحكمة الاتحادية مهما يكون القرار، أو إذا المحكمة الاتحادية قررت بشرعية المجلس والإدارة، سيلتحق المقاطعون لأخذ المناصب وتسلم تلك المناصب. لكل حادث حديث. إن أقرت المحكمة بما تقول يلتحق أكيد المقاطعون، لأن عندهم جمهور وجمهورهم يريد منهم، يطلب منهم خدمات، يطلب منهم أن يعملوا لهذا الجمهور. ولكن تبقى الحكومة يعني في كركوك الآن وصل الذين انتموا للحكومة بدأوا يحاربون المقاطعين كأنما هم مو من عربهم أو مو من ممثلينهم. وهذا الدليل أنا قلت في لقاءات أخرى، توزيع المناصب اللي المكتسبات العرب اللي يحسبونها مكتسب لهم، غير عربي من عربي، ما أخذ المنصب من غير أحد. نعم. أخذ من عائلة واحدة. نعم. أخذ شخص من جرف المكون نفسه العربي. نعم. أخذ من عائلة. نعم. قيم مقام الحويجة كان رجال جبوري من الصقر، وهسه صار منه جبوري من الصقر، فخذ الحلاوة، يعني نفس العائلة. فهذا مو مكسب. احنا ايش سوينا؟ إذا يريدون أن يحاربوا الأشخاص، كل من ينتمي إلى التحالف يسحبون منه المنصب، فهذا أمر مو صحيح. نعم. هذا يولد شحنة في الشارع ويولد وداخل صراع عربي. صراع عربي. نعم. خليني أشوف رأي أستاذ طلال. أستاذ طلال، من يتحمل هذا الصراع العربي أو الخلاف، أو البعض يسميه انشقاق، هذا السجال ما بين المناصب، يقول من استحقاق في بعض التوصيفات لمن أخذ المناصب
التوصيفات التي قد تكون قاسية بعض الشيء. من يتحمل هذا الصراع العربي؟ اولا تحياتي لجنابك والمشاهدين الكرام، حياك الله. مشاهدين قناه كركوك والاخ ضيف العزيز. حياك الله. بعيدا عن المجامله وبعيدا عن كل حياديه، نعم. سبق كنت في هذه الفضائيه وتحدثنا عن هذا الموضوع. كركوك منذ عام 2005 لم تجرى فيها انتخابات. نعم. آخر انتخابات عام 2005 ولم تحظى بقانون 21 سنة 2008 الذي تمتعت به كافة مجالس العراق. بعد أن حدثت الانتخابات مجلس المحافظة في كركوك هناك بالتأكيد ديباجة تختلف عن المجلس السابق. أولا عدد الأعضاء محدد، ثانيا هناك 5 معاونين للمحافظ، هناك مستشارين عدد لا يقل عن 6 إلى 7 مستشارين للمحافظ، أمين مجلس، وكذلك يعني مفاصل كثيرة. اللي حدث أولا الموضوع الانشقاق، بكل صراحة الانشقاق موجود بين كل القوميات وليس المكون العربي. نعم. تشاهدون يعني واضح للعيان انشقاق لدى الجميع، وتقاطعات موجودة، هذا شيء لا ينكر ومعلوم، سواء كانوا عربا كردا تركمان، هذا شيء لا يعاب عليه العرب إذا حدث. موضوع الآخر، تأخر تشكيل إدارة كركوك لفترة لربما 8 أشهر، وهذا الموضوع كان يعني المحافظة الأخيرة هي قبل ديالى، لربما ديالى سبقتنا في تشكيل الإدارة. نعم، ولكن بقت فقط نعم. كركوك، وصل الأمر إلى حل المجلس، وصل إلى تكليف من الحكومة بشخص يقوم بإدارة المحافظة. وأعتقد الموجودين الساسة الموجودين في كركوك وجميعهم ناس يعني أهل باع طويل في السياسة، ليس من الصحيح أن يصل الضعف إلى أنه لا يستطيعون أن يخرجوا بنتيجة أو يعني يستطيعوا أن يشكلوا إدارة في كركوك وهم أهل كركوك. هذا الموضوع ربما نقطة سلبية لو ما حدث باتجاه المحافظة، باتجاه الإدارات الموجودة السياسيين والمجالس. حدث هذا الاتفاق، كان قبل اتفاق آخر، يعني الاتفاق السابق لم يرى النور لأسباب يعلمها الجميع، يعني مطالب ربما سقف معين كذا لم يصل الاتفاق. حدث الاتفاق الثاني اللي هو شكل 3 أعضاء من المكون العربي مع أعضاء الاتحاد الوطني، وتم تشكيل إدارة كركوك على الصيغة الموجودة حاليا. قلناها في لقاء سابق، يعني أولا يجب مساهمة، يعني المفروض أن يساهم الجميع، وتحدثت في لقاء قبل شهر الأخوة التركمان هم كانوا أيضا يعني كان وجودهم ضروري يكون ضمن الليباجة وضمن المشاركة، كونهم لديهم نواب، وكذلك الحزب الديمقراطي في حينها. المجالس هي أغلبية، كل مجالس العالم ليس في العراق فقط، أغلبية في المجلس أو في البرلمان تحقق شيء. في هذه النقطة الحيثية أستاذ طلال، البعض يقول نعم هي أغلبية ولعبة أرقام ونصف زائد واحد، ولكن هناك استثناء في كركوك على أن تمثل جميع المكونات، فبالتالي المكون التركماني كان ما موجود، فهذه هي الورقة التي ينتظرها المقاطعون. بالتأكيد يعني المكون التركماني هو مكون يعني عزيز على أهل كركوك، وهم جزء رئيسي وأساسي في كركوك، كان يعني غير موجود في هذه التشكيلة التي حدثت. ولكن الكل ينتظر قرارات المحكمة، ونحن القضاء العراقي قضاء يعني واضح ورصين، فلربما هناك شيء في الأفق، لا نستطيع أن نتكهن بشيء معين، ولكن ننتظر قادم الأيام ربما غدا. نعم، سوف نعود إلى هذه الحيثية، لكن خليني أشوف شيخ شروط المقاطعين حتى يلتحقوا بإخوانهم من بقية المكونات وأيضا المكون العربي وتلبية طموح الشارع، وأيضا لهم ناخبيهم ولهم حقوق عليهم. شروط المقاطعين، هل المقاطعين يرون بأن الاستحقاق الذي قد يحصلون عليه ليس بمستوى الطموح؟ طبعا استاذ عمار، هو ليس بمستوى الطموح، ولكن المقاطعين هو ليش صار التقاطع بالحكومة؟ من بدايتها الجلسة صارت بأجواء معتمة عتماء، دعوة صارت ماكو دعوة ضعيفة، تبنوها قسم من المكونات
قسم من المكون العربي ما يدري، المكون التركماني كله ما يدري بالجلسة. فما من المعقول أعضاء مجلس منتخبين من قبل الشعب ما تصلهم دعوة عقد جلسة. فهو لهذا السبب صارت المقاطعة. فإحنا إن شاء الله ننتظر المحكمة تعيد النظر في هذه الجلسة، جلسة فندق الرشيد، وتكون جلسة تجمع جميع القوميات وجميع الأعضاء الذين فازوا في مجالس المحافظات، وتصير جلسة علنية. وإذا صار نصف زائد واحد وصارت القوانين مثل ما مخطط لها قانونيا أو مثل ما تكون قانونية، ذاك الوقت راح يرجعون ويخدمون مواطنينهم ويخدمون ناخبينهم. ولكن شيخ ليش مزعوجين من طريقة توزيع المناصب؟ إذا قبل قليل ذكرت حضرتك ما هو الجبوري مو هذا صار ابن عمه، مو هذا صار ابن عمه، يعني هي بقت أغلب المناصب. واليوم نرى حتى قد يكون بعض الانتقاد في الشارع الكردي كون أن الكرد يقول لك إحنا صحيح أخذنا منصب المحافظ بس جميع الوحدات الإدارية راحت للعرب وبقية المكونات، وهذا الاستحقاق كبير. نعم، احنا دائما يعني نتكلم على الخلاف يعني داخل العربي. نعم. المكون العربي واضح للعيان أن التحالف العربي هو أقوى مكون أو أقوى سياسي، حزب سياسي في عند العرب. نعم. أنت إذا تجي تقيس المقاسات، أول من حارب هو التحالف العربي اللي جاب أعلى الأصوات. الآن المحاربين هم أعضاء التحالف، إن كان قيم مقام الدبس، إن كان قيم مقام الحويجة. هؤلاء يعني أنت شنو بهالضرورة بهالإلحاح رأسا غيرتهم؟ أنت شوف انطيهم مجال، أنت مو جاي تخدم العرب، هذا هم عربيك وهذا صاحب خبرة وصاحب عمل. أنت بقي سنة سنتين شوف شغله. أنت رأسا جيت غيرت، كأنما من يجي رئيس دائرة أو يجي رئيس حتى وزارة يغير الاستاف. نعم. هنا شو انحسبت خصوصية، وأصبح الموضوع كأنه استهداف بالنسبة نعم. لكم. سيد طلال، هل هو فعلا استهداف للمكون، أو على أقل تقدير بأن من التحقوا وأخذوا المناصب يريدون أن يستأثرون بالمناصب الأخرى التي تخص المقاطعين؟ هل لمستم مثل هذه الأمر؟ يعني أنا لست في صدد الدفاع عن أحد، أنا واضح وصريح بهذا الجزئية. لحد الآن لم يتم الوصول إلى مجموعة من المناصب والدوائر الحكومية. وتعرف بما أنه إدارة جديدة فهي قانونا 4 سنوات تنتهي الدورة لكل من موجود في المنصب، يعني يتم توزيع الدوائر مجددا، مدراء الدوائر لربما حتى يصل لمدراء الأقسام. أولا هذا الموضوع مؤجل حاليا، تم فقط تغيير قائم مقامين أو تسمية قائم مقامين لقضاء داقوق والحويجة والدبس. وهذا الأمر هي أساسا الدبس ليس فيها قائم مقام، يعني مكلف أحد الأخوان من أصدقائنا وأخواننا مكلف تكليف، هو مدير نحوي ومكلف بإدارة الدبس. نعم. والحويجة أيضا يعني ما جاء أحد غريب من المنطقة، مو دفاع عنهم ولكن هم نفسهم أهل المنطقة ربما. وكلف أحد الأخوان على قضاء داقوق، هو أيضا عربي اللي كان موجود، شخص آخر يعني ورشح مكانه ورجل معروف يعني من عائلة ومكانية ودكتور يعني. هذا توافق، هذا التوافق بما أنهم أثيرت في بعض المواقع وفي أيضا تصريح للسيد راكان الجبوري المحافظ السابق لكركوك حول أن من الممكن أن تكون بعض القرارات الغير مرضية للعرب تمشي من خلال هذا المجلس، كون أن هناك مقاطعين من العرب، فبالتالي ممكن أن تصدر قرارات من الإدارة ولا يوجد تصويت لها داخل المجلس أو تصوت لها داخل المجلس بسبب أن المجلس فيه أقلية. هل من الممكن لهذه الإدارة أن تصدر قرارات بالضد من المكون العربي ويمشي القرار؟
يعني الموجودين بالمحافظة هم الأخوان الموجودين الآن الأعضاء هم من أهالي كركوك نعم. ومن المكون العربي. يعني أنا ما أعتقد يوم من الأيام يساومون على قضية معينة تمس الوجود العربي أو تمس حقوق العرب. ثم هو المجلس يعني نصف زائد واحد. يعني أنا إذا كنت عضو مجلس أي قرار معين أي موضوع معين أشوف بتأثير على الشارع يأثر على المكون ما أصوت على الأمر، يعني ما أخليه يمضي بالتأكيد. نعم. ليش شيخ متخوفين؟ ليش متخوفين وإذا أكو ممثلين للمكون العربي ودنشوف طريقة توزيع المناصب بأنه أغلبية المناصب للعرب، البعض يقول لك أنتم متخوفين أو المقاطعين متخوفين كون أن المناصب راحت لهم ما راحت لكم. استاذ عمار حبيبي، انت اذا تجي هسه استاذ طلال ذكر انه القيم مقامين، اذا تجي الصوره واضحه ما يراد لها يعني واضحه كوضوح الشمس. نعم. 3 أعضاء من العرب قادة سياسيين، كل عضو في مجلس النواب أخذ قيم مقام، دبس حويجة داقو. فهذا الأمر هو هذا اللي يحس في نفوس المجتمع العربي. أنتم أقصيتوا هاي الناس اللي أصحاب الحق وأخذتوا المناصب بس لكم كعرب. المناصب عائلية، أنت منطقتك أخذ اللكة كلها خذها خليها بعبك مثل ما يقولون. ما الطرف الآخر يقول لك أنت من تتحمل هاي المسؤولية، أنت اللي قاطعت، أنا مديت لك إيدي ودا أقول لك التحق. أنا ما قاطعت بإرادتي، أنا قاطعت بتهميش من عندك، أنت همشتني وتريدني أرضخ للأمر الواقع. لا أنا ما أرضخ، أنا عندي قانون ألتجئ للقانون. القانون ما أخذ حقي، أكو شارع يأخذ حقي. باكر جاي انتخابات، من الممكن أنا ما أتكهن أو من الممكن احتمال راح يجلس ما يلتحق بالحكومة ويجلس الانتخابات الجاية الأعضاء يقول لك احنا ما نشارك بالحكومة، نقعد للانتخابات الجاية ونشارك بالانتخابات. هيك حكومة ما نشارك. ليش؟ لأن أنتم استثنيتم هذا الفئة أن تشارك بهذا، أنتم أقصيتم هذا الشخصيات المهمة أن تشارككم في الحكومة. ممكن استاذ طلال نشوف تنسيق عربي مرة أخرى؟ ذكر الشيخ الانتخابات القادمة أن ينزلون بقائمة موحدة، أم تداعيات مجلس محافظة كركوك وما حصل ينعكس حتى على الانتخابات البرلمانية القادمة فيما يخص القوائم العربية؟ حقيقة كل الآراء ممكنة، يعني ممكن أن يعني العقلاء أن يستطيعوا أن يلموا الشمل، ممكن ويكون يعني العرب موحدين من اتجاه معين وبعيدا عن المصالح الشخصية إذا ما أردنا أن نكون يعني واضحين، بعيدا عن هذه الأمور اللي نتحدث عنها. قليل من التنازلات ممكن أن ينجمع شمل العرب، ما يعني هو خلاف سياسي، ربما تقاطعات سياسية لابد أن تنتهي. نعم. جنابك استلمت مناصب وكنت أيضا عضو في مجلس مدينة كركوك، شلون ينعكس من يكون هناك مجلس متناغم مع الإدارة وليس متقاطع؟ شلون ينعكس على الشارع من ناحية القرار وتمشية القرار، من ناحية اللجان، من ناحية التنسيق، من ناحية العمل المشترك؟ هذا شلون ينعكس على الشارع؟ بالتأكيد طبعا من خلال تجربة يعني نعم. أكثر من 12 سنة في المجلس، وعملت في أكثر من 4-5 لجان يعني مستمر. التنسيق ما بين المجلس وبين الإدارة مهم جدا. يعني أي تقاطع أو خلل أو فجوة تحدث ما بين المجلس وبين الإدارة تنعكس أمور جدا سلبية، تردي في الخدمات، تردي في القرارات، عدم متابعة الدوائر. إذا كانت الإدارة منسجمة مع إدارة المجلس، مع المجلس قاطبة ومع اللجان، تحقق شيء. يعني احنا طموحاتنا الآن من المرحلة من اليوم، يعني طموحنا ليس التبليط والكساء نعم. يعني هاي من البديهيات. يعني أنا كمجلس تجيني مبالغ من الحكومة الاتحادية، بالتأكيد راح ننفقها على هذا العمل بالتأكيد، ولكن طموحنا أن ننفتح على أمور أكثر. يعني المواطن لابد أن يرى شيء جديد،
كثير من المفاصل الحياة في المدينة في القرى بحاجة إلى أمور أخرى. فيجب أن يكون هناك حقيقة مجالس رصينة، لجان رصينة في المجالس، وتعد خطط معينة تستطيع أن تحقق شيء. يعني حتى قاطبة، يعني عندما حتى في مجلس النواب عندما لا يكون عندما تكون الحكومة ربما ليست قريبة على المجلس أو هناك نوع من التقاطعات، ينعكس على الوضع العام، وكذلك على مستوى مجلس مصغر، يعني فقط في مجلس حتى لو في ناحية. ف يعني لابد أن يكون الانسجام موجود، ولا يحدث هناك فجوات ما بين واعتقد يعني قادم الايام احنا الاخوه الموجودين حقيقه لم تمضي فتره طويله نستطيع ان نقيم او ننتقد جزئيه معينه. انت تعرف الان المجلس لم يمضي عليه فتره، وكذلك حتى الاداره في المحافظه. نتامل خير يعني، ونتامل ان اهالي كركوك يكونون شركاء في اداره هذه المحافظه دون استثناء احد. نعم، وهذا ما نتمناه احنا مستقبلا. شيخ، مهمه احنا اليوم اول مره الجميع يقول تشهد كركوك، دائما ما نشهد كركوك داخل المجلس. في المجلس السابق لمجلس محافظه كركوك ما يشهد كتله داخل المجلس للعرب، كتله داخل المجلس التركمان، للمسيح، للكرد. هذا المجلس طلع بانفراده جديده متناغمه. نشهد هناك مجلس في محافظه كركوك من كل القوميات في كتله واحده. ليش معترضين على هذا التناغم اللي الشارع محتاجه اليوم؟ اكيد استاذ عمر، هو ان شاء الله ماكو اعتراض، ولكن انت من تجي تجمع القوميات وتحدد نجاح المجلس من عدمه. من تجي وتشوف المجلس بكل قومياته جالسين، عرب وتركمان وكراد ومسيح وكل الممثلين لشعبهم قاعدين على طاولة مستديرة ويتناقشون ويرسمون خطة عمل من صالح المواطن تنفع المواطن. أنا وياك، بس من تجي هسه بهاي اللحظة أن التركمان ما عندهم ممثل بالمحافظة، ما عندهم ممثل مكون. نائب المحافظ ما اعترفت به الجبهة، السيد ياوز ما اعترفت به الجبهة، الجبهة التركمانية اللي تقود الأخوة التركمان ما اعترفت به، قالت هذا الشخص ما يمثلنا. وايضا بالمقابل السيد احمد رمزي يباشر عمله في مجلس محافظه كركوك. اي بس الجبهه هي من تمثل الاخوه التركمان، الجبهه مقاطعه. والجبهه ايضا نعم. يعني السيد احمد رمزي يمثل التركمان وهو ايضا عضو فائز في مجلس محافظه كركوك. نعم، عضو واحد. ما هي الجبهه عندها اعضاء اثنين. نعم. ولكن راي الجبهه السياسي ما مقتنع بهذا الامر، يا اما كلهم يدخلون يا اما ما يصير قسمين. فاحنا نبقى نقول الحل النهائي هو ان شاء الله قرار المحكمه. بعد قرار المحكمه اكيد راح تتغير كثير شغلات. ممكن من تلتحقون وتاخذون المناصب او تستلمون المناصب، تعترضون على بعض المناصب او دوائر اخرى اعطيت لباقي الاعضاء؟ طبعا اكيد استحقاق المكون يتطلب بانك انت تدافع عن استحقاقك داخل المكون. ما من المعقول انت في الصداره بالاصوات وفي المناصب انت متاخر، او في توزيع المناصب انت ما عندك حصه. ما من المعقول، ما من المنطق. زين انا طبعا اريد اعرج على ورقه الاتفاق السياسي اللي ابرمت داخل بدايه تشكيل هاي الحكومه. نعم. من اهمها واللي الشارع العربي كله يطلع على هذه الامور، اكو ناس تدري، اكو ناس ما تنام الليل، فاقده اعزاز، فاقده ناس من ذويهم، اللي هو ملف المغيبين. احنا هذا الملف هو الاساس ببادره حسن النيه من داخل. انا ما يفيد تاخذ لي منصب قيم مقام او تاخذ لي منصب مدير دائره او تاخذ. انا عندي
عندي شغله اكبر من الكل هاي المطالب. عندي ناس مغيبه، عندي ناس ابنائهم عمره سنه هسه صار عمره 15 سنه 12 سنه وهو عايش يتيم، عايش ما يعرف ابوه ميت لو طيب، عايش بذل وحال هذا الدنيا الصعب. زين هذه الاطفال شنو ذنبها؟ اذا اكو هذا الانسان حاشا السامع وحاشا المسيء، هذا المسيء شيخ هذا الملف ليش هسه انطرح؟ ليش ما طول هاي الفتره ما انطرح؟ هذا من بدايه تقريبا 10 سنوات هو هذا الملف قائم، والمكون العربي دائما يحكي بهذا الملف. والسيد محافظ كركوك السابق حج راكان عندما استلم المنصب جاب اكثر من 200 عنصر الى محكمه كركوك، ودخلوا محكمه كركوك، واللي عنده ما عنده شيء اطلق صراحه، واللي عنده شيء راح لبغداد. المهم انكشفت كثير يعني هوايه اشخاص بينوا. هسه اكو ناس ما نبين. احنا عندنا هذا الملف واعطوا على نفسهم ميثاق ممثلين العرب بان هذا الملف لا يتجاوز 3 اشهر، وهاي 3 اشهر عبرت وراحت وما شفنا ولا احد حكى بهذا الموضوع. احنا عندنا امور كعرب، عندنا امور اكبر من الخدمات، مثل ما قال الاستاذ طلال. الخدمات هذا واجب، انت مو من جيبك، انت جاي تجيك فلوس وزعها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي هذا الناس اللي انت متولي امرهم. هذا ولكن عندنا امور اكثر. عندنا ملف الاراضي الزراعيه، وهذا الملف الشائك. احنا نريد نحل هذه الملفات حتى القلوب تصافى من حقيقه، القلوب تصافى من صدق. يعني انا اعضاء المجلس واعضاء الحكومه الحاليه واعضاء الناس من يجي موظف ابو المشاريع يروح المشاريع وبعدين بالتالي هم موظفين عند الدوله. خلال السنوات السابقه ليش ما انحل ملف الاراضي الزراعيه شيخ؟ هو هذا المشكله. ويعني المشكله يا اما ماكو ناس تشتغل بالصوره الصحيحه حتى تجي للحل. ليش احنا نحمل هذا المجلس بعد جديد، او نحمل هاي التركه اللي هي تركه قد تكون لسنوات سابقه؟ احنا ما نقول نحمله كافه التبعات، احنا نقول خلي يشتغلون بهذا الامر. هسه قبل يقول لك كانت مقاطعه ممثلين المكونات ما متواجدين، صح لو لا؟ نعم. هسه المكونات متواجدين وقاعدين بالمحافظه ومواطنينهم موجودين بالمحافظه، اجمع الاطراف، وعندنا محاكم وعندنا قانون حسب الضوابط وحسب القانون. كل من يصدر عليه امر قانون هذا الطابو الزراعي باسمك بامر المحكمه انتهى. هذا القانون يجزم على اشخاص بان تنتهي هذه الملفات، هذا الارض مو الك، انتهى الموضوع. الطرف الثاني عنده قرار محكمه، بعد ما نسمع خلاف على هذا الموضوع. نعم. استاذ طلال، ممكن نشهد حلول لهاي المشاكل اللي ذكرها الشيخ خلال هاي المجلس، خاصة أنه هاي المشاكل اللي تخص وزارات وتخص مؤسسات أخرى معنية، هي ليست في محافظة كركوك فقط؟ والله أستاذ عمار، هذا اللي تحدث بها الشيخ، موضوع الأراضي الزراعية 4 حكومات متعاقبة لم تستطيع إيجاد حل لهذا الموضوع. موضوع متشابك جدا، يعني يثار كل فترة وتحدث نوع من التسوية وتخمد لفترة معينة وتثار مرة أخرى. يعني ملف جدا شائك موضوع الأراضي الزراعية. يعني بالتأكيد النواب السابقين كانوا حريصين، يعني الحكومات، يعني ممثلين كركوك حريصين على هذا الملف أن يغلق وأن ينتهي، لأن يسبب نوع من الخلافات عشائرية، ربما احتكاك مع آخرين. نعم. لربما ضغينة بين قوميات كركوك. لكن للأسف كبر هذا الملف، عجز البرلمان والحكومة والإدارات منذ سنوات. يعني أنا متابع هذا الموضوع من 2005، لم يستطيعوا إيجاد حل جذري لهذا الموضوع. نعم، كونه لا يخص فقط في محافظة كركوك ويثير الكثير من، ربما يذهب نعم، إلى
إذا نفترض جلد المحكمة الاتحادية أصدرت قرار ببطلان جلسة، هل سيبقى السؤال هنا، هل سيبقى هذا التحالف ما بين بعض الأعضاء العرب والمكون المسيحي مع الاتحاد الوطني في نفس التوجه من جديد، أم سينفرط هذا الاتفاق؟ والله يعني بحاجة إلى معبرين وكهنة. نعم. يعني الموضوع لا نستطيع أن نجزم يبقى أو لا يبقى، ولكن الأمر متعلق بالقرار، ماهية القرار، نوعية القرار. لا نعرف هل القرار سوف يصدر بمعالجة الموضوع ومشاركة الآخرين الأخوة المقاطعين الآن، أو يعني لا نستطيع أن نتكهن. أستاذ طلال، احنا اللي نشوفه من خلال وسائل الإعلام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك كأنما تناغم كبير ما بين أعضاء المجلس. ما شفنا تناحر، ما شفنا طلعوا أعضاء مجلس يحجون على محافظ يحكي على رئيس مجلس، وكأنما جاءوا من كتلة واحدة، ولحد الآن لا يوجد خلاف، وواحد مكمل للآخر. هذا الشيء يمكن فريد من نوعه في كركوك. يعني هو بما أنه هو تحالف، نعم، عندما يتحالفون في المجالس أو في يعني هذا على صعيد أعلى من مجلس محافظة، من يكون هناك تحالف تبعد القضايا الخلافية جانبا ويتفق على ما يتفق عليه الطرفان. ولهذا يعني تشاهد أنهم كتلة واحدة، جزء واحد، بينما بالعكس يتزاورون ويلتقون ويجتمعون ويقررون. هو هذا التحالف، يعني بغض النظر عن هذا من الكتلة الفلانية أو من الحزب الفلاني، فبالتأكيد أنه يعني هم الآن النصف زائد واحد هم اللي شكلوا إدارة كركوك، فلا أعتقد هناك بينهم لا يحدث خلاف بالتأكيد، لأن هم كتلة واحدة، أو الأغلبية الموجودة الآن هم حاليا موجودين، الأخوة أعضاء المجلس والإدارة والمحافظة، فيبحثون عن عمل، يبحثون عن نجاحات بالتأكيد. نعم. ولكن هذا لا يعني نحن يعني نتأمل عن الأخوة الموجودين الآخرين أن يكونوا أيضا لهم دور في إدارة المحافظة. نعم، باعتبار أيضا لهم ناخبين ولهم لهم حقوق عليهم. لا ينكر هذا الموضوع. نعم. لا ينكر. شيخ، دور بغداد، خلينا نحكي على تدخل بغداد. شفنا اهتمام بغداد، شفنا بغداد مطية خصوصية لمحافظة كركوك، دعم السيد السوداني تشكيل الحكومة في محافظة كركوك. شلون شفت التدخل في محافظة كركوك من ناحية المجلس؟ كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد تميم بإدارة موضوع مجلس محافظة كركوك وما نتج عنه من إدارة محلية فيها. شلون شفت تدخل بغداد؟ إيجابي، سلبي؟ إضافة إلى أنه الشق الثاني، هل هناك تدخلات إقليمية ضاغطة نتج عنها هذا التحالف أو هاي التشكيلة؟ نعم أستاذ عمار، يعني دور حكومة بغداد قبل تشكيل الحكومة، تشكيل حكومة كركوك، طبعا هو كان دعم قوي، وكلف الدكتور محمد تميم بتشكيل الحكومة، ولكن الأمر اختلف بعد تشكيل الحكومة، والدليل أن السيد رئيس الوزراء لم يبارك حكومة كركوك لحد الآن. ولكن شفنا السيد ريبوار أخذ مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية، نعم والأمور تمام. يعني قانون يعتمد رئيس الوزراء هم إلى رأي وإلى رأي مؤثر بهكذا أمور، ولكن لحد الآن لم يبارك حكومة كركوك. هذا لا يعني أنه ليس بالضد من لا، أنا ما أقول بالضد. نعم. بس أنا من ناحية الدعم، كدعم هو كلف السيد محمد تميم، فبالتالي رأي محمد تميم قد يمثل رأي رئيس الوزراء. من الأجدر كان أن يبارك هذه الحكومة وتسير الأمور. التدخلات الخارجية شيخ، والله كالعراق يعني لا يخلو من التدخلات الخارجية، تعرف أنت فيما يخص ملف كركوك. نعم، ملف كركوك أكيد هناك تدخلات خارجية أكيد نتجت عنها تشكيل هذه الحكومة، ولهذا الأمر أصبحت خلاف. لو كان تشكيل الحكومة من أهالي كركوك وسياسيين كركوك نفسهم،
لما كانت هاي الخلافات. شيخ، متفائل بالمشهد المستقبلي لمحافظة كركوك في ضوء هذه التشكيلة؟ والله احنا ندعو إلى الإصلاح وندعو إلى التفاؤل وندعو إلى أبد ما نحب أن نأزم الأمور، ونقول إن شاء الله وعسى أن يسود هذه المحافظة الأمن والأمان والخدمات، ولكن تكون أجمل لو اشتركت جميع هذه بعد قرار المحكمة الاتحادية يلتحق المقاطعون ويأخذون المناصب والأدوار خدمة لناخبيهم، كون أن لهم مسؤولية وأمانة تجاه ناخبيهم. الواجب عليهم أن يعملوا لناخبيهم، فالطريقة الأسلم يعني أنا برأيي أن يلتحقوا بهذه الحكومة ويخدموا جمهورهم، لأن إذا انسحب العضو أو ما دخل بعد ما يقدر، راح ما يقدم خدمة الجمهور وناخبيه، فراح يرجع يتراجع هذا الأمر. ولكن إن عاد نشاطاته مثل ما نقول السياسية والخدمية، لعل أن يأخذ ما يريد. وهذا ما نتمناه. خليني أخذ رأي أستاذ طلال. أستاذ طلال، شفنا تشكيلة شبابية في مجلس محافظة كركوك، قد تكون لأول مرة هناك تشكيلة شبابية بدءا من السيد المحافظ، السيد رئيس المجلس، الأعضاء الآخرين، كلهم في صغار في العمر، لهم طموح، دماء جديدة ضخت الأحزاب. هذا شلون راح ينعكس على الواقع في محافظة كركوك؟ وبالتأكيد هو العمل السياسي يعني لديه رجالات ومراحل معينة، ولكل نعم. دولة لكل زمان ودولة رجال. يعني هذا انعكس من بعد الانتخابات، يعني شباب وذهبوا إلى الانتخابات وفائزين، وبالتأكيد أن يكون عضو مجلس وربما يكون محافظ وربما يكون نائب محافظ، يعني الإدارة تكون من هؤلاء بالتأكيد. وهذا لا يمنع يعني يفترض الاستعانة بالخبرات والاستعانة يعني خاصة فيما يخص الدوائر الحكومية، بما أنه نحن نطمح للأفضل، فإذا كان هناك استبدال لمدير معين أو تغيير لدائرة معينة فيجب البحث عن المهنية بغض النظر عن المسميات. نعم. أستاذ طلال، من سموا المناصب في توزيع اللجان ما حسبوا حساب بأن هذا ما يمثل فلان قومية، ما يمثل فلان مكون؟ أكيد كان أكو هيك بحسابهم. طيب ليش هسه بدرت هاي الاعتراضات ويقول فلان ما يمثلني وفلان ما يمثلني؟ لا يعني لجان، تقصد جنابك لجان المجلس؟ لجان المجلس أو حتى المناصب، نائب المحافظ أو قائم مقام أو غيرها. يعني ما أعتقد أكو أحد يقول، يعني هو عربي يعني ما يمثلني كحزب، ربما مو من حزبي. نعم. من حزب آخر، لأن يعني جنابك تعرف مجموعة أحزاب متحالفة في كركوك. نعم. ومسمياتها واضحة ومعلومة. هذا التحالف ب4 5 أحزاب. من أنا شخص مو من حزبي أنا أقول ما يمثلني، لأن هو يعني هذا الموضوع يجب أن لا نصل إلى هذا المستوى، لأن هو تحالف. نعم. إذا كان هناك تحالف وليس شخوص. مو شخوص. نعم. فبالتأكيد اللي موجود بالساحة الآن يعني عندما يختار شخصية معينة أو موظف معين هو من المكون العربي، وحتى الأخوة الكرد من يختارون شخص معين من حزب الفلاني لربما إذا اعترض جهة أخرى فهذا شخصا للقضية. أعتقد. أستاذ طلال، متفائل بالمستقبل القادم لمحافظة كركوك في ضوء هذه التشكيلة، هذه التوليفة ما بين العرب وما بين الكرد ما بين المسيحيين؟ ننتظر أيضا التحاق بقية المقاطعين؟ والله بكل صراحة يعني قادم الأيام يوضح كثير من الضبابية. يعني إذا بالتأكيد المواطن، احنا نتحدث كالمواطن ماذا يريد يعني طموحات المواطن ما هي؟ نعم. الوعود التي قطعوها الجميع ما هي؟ تنفذ أو ما تنفذ؟ الأمر متعلق بمستوى الأداء ومستوى الإدارة ومستوى الخدمات ومستوى النجاح في حقيقة إدارة هذه المحافظة بشكل ينسجم مع كل مكونات المحافظة. نحن عملنا في المجلس سنوات، كنا نخدم كل القوميات بغض النظر عن ممثل قومية معينة، نقدم الخدمة للمواطن ابن كركوك. وأنا دائما أقولها وأتمنى الذي يعمل في إدارة كركوك يجب أن ينظر للجميع بعين واحدة. هذه المحافظة تستحق، وأهالي كركوك يستحقون حقيقة المزيد من الرفاهية ومزيد من تحقيق رغباتهم.
يعني كما قلت موضوع الخدمات عابر، ولكن نتمنى الأكثر من هذا الشيء. نعم، هذا ما نتمناه أيضا لمحافظة كركوك بعد طول انتظار وغياب لسنوات طويلة فيما يخص تجربة مجالس المحافظات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طلال الجبوري عضو مجلس مدينة كركوك السابق، شكرا لتلبية الدعوة. الشكر موصول لك الشيخ نصير الجبوري السياسي العربي، شكرا لتلبية الدعوة، شرفتونا ونورتونا. أيضا مشاهدينا الكرام، حق الرد مكفول لجميع من ذكر أسماءهم في هذه الحلقة، السيد راكان الجبوري، السيد أحمد رمزي، أيضا في كل المكونات. هذا المنبر هو لجميع المكونات والقوميات في محافظة كركوك، ولهم حق الرد عن كل ما يذكر في البرنامج وفي القناة. نتمنى أكيد كل الخير ومستقبل أفضل لمحافظة كركوك في ضوء الإدارة الجديدة والمجلس الجديد في محافظة كركوك. تحياتي وتحيات فريق العمل، ألتقيكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.